رئيس البروفايل ده هيثم. كل الناس هتقول يا رب يا رب. ابو علي يرجع هنقول يا رب يا رب. ابو علي يرجع هنقول يا رب يا رب. اخواتنا تخرج هنقول يا رب يا رب. اسمع مني عشان هنقولها هناك. يا محافظ بورسعيد ابو علي من جديد. يا محافظ بورسعيد ابو علي من جديد. يا محافظ بورسعيد ابو علي. صور ايمن عنده وسيبك هنا ولا يموت. انا نازل عشان بنحب النادي المصري، حتى الصغيره دي بتحب النادي المصري. انت بتحب نادي ايه؟ قول لي عمرو، بتحب نادي ايه؟ قولي لي بتحب النادي ايه؟ طب يعني بتطالبوا بعودة كامل ابو علي رئاسة النادي من جديد؟ حاجه يعني لازم كامل ابو علي يرجع، لان هو اداره، هو كل حاجه، وفلوس كل حاجه. بامانه الواحد يتكلم الصراحه، لكن المجلس اللي فات يعني ربنا يصلح حال الجميع. بس الواحد يعني بيقول عاوزين كيان، يعني ده اسم ده كيان، ولازم الكيان يعني زي الانديه الثانيه بالظبط يعني. احنا بنحب النادي المصري في الاول في الاخر، بنحب النادي المصري. بنعمل وقفه النهارده عشان النادي بيقع والمجلس كل واحد بيدور على مصالحه الشخصيه، واحنا بنطالب مستر كامل ابو علي يرجع النادي تاني، لان هو الراجل قبل ما يبقى راس مالي راجل فكر عالي، وفكر راجل بقلبه على البلد وقلبه على النادي. احنا مش هنقول بس اللي هو الناس بتقول لك طب هو بيصرف على النادي، لا الراجل بيتبرع ب6 مدارس للبلد، وبيتبرع في حاجات خيريه هو بيعملها. الراجل ده ما بيحبش يقول، مش زي الناس اللي تحب تعمل وتشهر. الراجل ده ولا بيدور على حصانه، ولا بيدور على مجلس شعب، ولا بيدور على اي حاجه. واحنا بنطالب من الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي احنا وقفنا اول ناس ضد الاخوان وضد الرئاسه اللي فاتت، اللي احنا عاوزين حقنا من البلد، عاوزين برجوع مستر كامل ابو علي. ده اول حاجه في التنفس لبورسعيد. عشان رجوع مستر كامل ابو علي من جديد، وبرضه مش هنيأس، لازم مستر كامل يرجع عشان المجلس الموجود اصلا في فاشل، مجلس فاشل بكل المقاييس، ما عملش حاجه للنادي. بيطلع بيتكلم في الاعلام اكتر من 30-40 مره في اليوم، وكل شويه كلام شكل كلام. احنا تعبنا. الناس واقفه عشان تحسين حل النادي المصري. احنا الوقفه مش عشان مثلا تعك في اللي ماسك او تعك في اللي مشى او تعك في، لا، الناس اللي موجوده كتر خيرها وبتشتغل وعلى قد جهدها وبتشتغل، بس الحاله مش متظبطه. الحاله مش يعني حاجه تعين، حاجه مش طيبه. ان انت مثلا لاعيبه مش عايزه تنزل عشان ما قبضتش، لاعيبه مش عايزه تنزل عشان مش عارف ايه مشاكل، عقود متاخره، مشاكل دي. اللي موجود بيشتغل بس على قد جهده، اللي موجود بيدي بس على قد جهده. العمليه ان الناس واقفه عشان الحاله تتعدل. احنا واقفين النهارده عشان خاطر النادي المصري، حبنا في النادي المصري، حبنا في بورسعيد، كلنا بنحب بورسعيد وكلنا بنحب النادي المصري. وانا بشكر الاستاذ يحيى على المجهود اللي عمله مجهود جامد على قد امكانياته وعلى قد مجهوده. بس احنا كلنا مطلبنا يمسك مستر كامل ابو علي النادي المصري. مستر كامل ابو علي يقدر يوفر موارد للنادي المصري، يقدر يوفر امكانيات للنادي المصري، يقدر يجيب لنا نادي اجتماعي، يقدر يجيب لنا النادي المصري باسمنا. احنا قاعدين اول من النادي الوحيد الشعبي اللي في جمهوريه مصر العربيه مش نادي اجتماعي، النادي المصري. واحنا نفسنا نبقى زينا زي الاهلي، زي الزمالك، زي سموحه، زي الاتحاد الاسكندري، زي الاسماعيلي، وعندنا نادي اجتماعي ونادي. وبالنسبه للاعيبه، انا اول مره اشوف اللعيبه تسيب التدريب عشان فلوس. على مجلس الاداره ومجلس متخبط بالكامل.
لان اول حاجه حصلت ان اللعيبه موضوع تاخير مستحقاتها الماليه 4 شهور وعاملين في النادي متاخر مستحقاتهم. حتى ما فكرش حد من المجلس الاداره ان يروح لهم لمكانهم وهم قاعدين في قلب الملعب الفرعي هناك ان يتكلم معاهم. وحضرتك شفت وان احنا نزلنا، أنا واحد من الناس نزلت وكلمت اللعيبه وكلمت الكابتن اينو ونزلنا اللعيبه، وكابتن مكيده اعترض على انهم اتاخروا 12 دقيقه عن نزول التمرين. والله النادي المصري احنا جايين الاول نقف عشان النادي المصري نادي كبير ونادي عريق ويعتبر من اقدم الانديه في مصر. والتخبط الاداري اللي في النادي المصري في المجلس في خلافات شخصيه جامده جوه المجلس، وهم بيبينوا للناس ان في صوره كويسه بس في خلافات جامده. والحاج ياسر برضه راجل محترم واحنا بنشكره، وفي راجل برضه محترم الحاج احمد الشامله، بس ما يعني مش متساجمين مع بعض وما بيدوش للنادي المصري حقه. وفي تاخرات مستحقات لاعبين، وفي لاعيبه بتاخد فلوس ولاعيبه ما بتاخدش، وفي تمييز في النادي. والاداره دي لازم تكون كله على قلب رجل واحد، ولو هم مش عارفين يلموا بعض ويقوموا بالنادي المصري يبقى نادي كبير وعريق زي ما هو، يسيبوا النادي المصري. ومش عيب ان انت تقول انا مش قادر.